شنو القصه ديال الشابه ايمان اللي كلشي كيهضر عليها حاليا في المغرب، وشكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي واقع عليها؟ خوتي المغاربه السلام عليكم، ازول في اللون وتحيه طيبه. مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله شنو واقع. اليوم خوتي المغاربه غنتكلموا على القضيه ديال الشابه ايمان. القضيه ديال الشابه ايمان اللي دارت بوم صراحه في المغرب، وكلشي كيتكلم عليها لا في السوشيال ميديا لا في الواقع. يعني المهم كلشي كيهضر على القصه ديال الشابه ايمان. اول حاجه خوتي المغاربه غنعاود لكم القصه ديال الشابه ايمان، وهذا الشيء اللي غنقول لكم اخوتي المغاربه حسب ما قالت ايمان. يعني هذا الشيء اللي غنقول لكم حسب ما صرحت به ايمان للاعلام. ايمان كتقول لنا عام سيدي انها في 2021 تصاحبت مع واحد السيد، وهذا السيد تعدى عليها، وهي مشات ودارت به شكايه عند المخزن، والمخزن اعتقلوا هذا السيد هذا وحكموا عليه ب5 سنين ديال الحبس. ولكن ايمان غادي تصدم ملي غتلقى انها حملات من هذا خونا هذا، لهذا مشات ودارت لهذا خونا التنازل على قبل ولدها، باش ولدها ما يكونش ولد حرام، وباش تضمن الاوراق والحاله المدنيه لولدها. هذا ايمان مشات دارت ليه التنازل بشرط انه يتزوج بها، وفعلا السيد تزوج بها، ولكن كان كيعاملها بواحد المعامله خايبه. يعني كان كيعنفها وكان كيتعدى عليها حسب ما قالت ايمان. حتى ولدو كان كيعاملو بطريقه خايبه لدرجه ان ولدو حاقد عليه. وايمان كتقول انها من بعد ما صبرات واحد المده طويله صافي عيات، مشات للمحكمه، طلقات من هذا السيد هذا. ولكن هذا السيد هذا رغم انها طلقت منه وعطاتو الاتساع، الى انه ما بغاش يعطيها الاتساع، كان دائما كيطلق ليها في الشارع، وكان دائما كيتعدى عليها، وكان دائما كيسمعها الكلام الخايب، وكان دائما يعني كان دائما كيعنفها، رغم انه صافي ما بقى بيناتهم حتى حاجه، انه ولا غير الطليق ديالها. ولكن دائما كان كيعاملها بواحد الطريقه خايبه، وكان دائما كيعامل الابن ديالو بطريقه خايبه وبمعامله خايبه. وواحد النهار غيشدها وغيكرفسها مزيان وغيدير فيها هاد الحاله خوتي المغاربه، غيدير فيها هاد الحاله مسكينه، وغيسبب ليها يعني 130 غرزه مسكينه دارت على وجهها، يعني تكرفت عليها الحيوان ديال بصح. وانا خوتي المغاربه في هذا الفيديو بغيت نرد على شي بنات وعلى شي الفيمينيست اللي ناضوا كيكتبوا في التعليقات راه الرجال بحال بحال، راه الرجال كاملين هكا. لا اختي لا، الرجال ديال بصح ما كيديروش هادشي في العيالات. هذا اللي دار هادشي في ايمان ماشي راجل وما كيمثلش الرجال، هذا مريض نفسيا، هذا حيوان، حيت هذا ما فيهش حس الانسانيه. اوكي، هذا لا يمثل الرجال، هذا حاشا ولله يكون راجل، هذا ما مرجوش وما فيهش حس الرجوله. الرجال ديال بصح ما كيقيسوش العيالات، الرجال ديال بصح ما كيعنفوش العيالات، حيت العيالات خواتاتنا وعيالاتنا والامهات ديالنا. انا ضد العنف، واي راجل كيعنف المراه راه ماشي راجل. وندوزو لنقطه اخرى اللي هي من يتحمل المسؤوليه. المسؤول الاول في هذا الشيء هو هذا المجرم هذا، هذا الحيوان هذا اللي خص يحكموا عليه باشد العقوبات. والمسؤول الثاني خوتي المغاربه هي الدوله، لان ايمان حسب ما قالت انها دارت بزاف ديال الشكايات بهاد خونا، ولكن تعرضت للاهمال والسلطات ما كيديوهاش فيها، كتمشي وكدير به الشكايه وما كيكونش حتى شي رد. وهذا السيد درجه عنده سوابق، يعني ما عرفتش علاش السلطات ديالنا كيتسناو شي واحد حتى يدير شي مصيبه عادي تدخلوا. علاش ما تدخلوش قبل ما يدير هاد المصيبه؟ علاش؟ هاد السيد عنده سوابق وعنده 70 شكايه، علاش ما تعتقلوش قبل ما يدير هاد المصيبه؟ علاش؟ ايمان كتقول بانها دارت بزاف ديال الشكايات بهاد خونا، ولكن والو، ما شافت والو، ما اعتقلتوه، ما درتو ليه والو. وكنتمنى خوتي المغاربه ان المحسنين والدوله والناس الخير يتدخلوا ويعاونوا هاد الشابه هذه، لان في الحقيقه في حاجه ماسه اللي يعاونها واللي وقف معاها. لهذا خوتي المغاربه كنقول لكم بارطاجيو الفيديو باش القصه ديال هاد السيده هذه تنتشر، باش الناس اللي يقدروا يعاونوها مسكينه، لان كما قلت لكم اخوتي المغاربه هاد السيده في حاجه ماسه اللي يعاونها واللي يوقف معها. هذا ما كان اخوتي المغاربه، السلام عليكم.